ولما يجي السايح الباموكل من قلب تركيا بين عجائب الطبيعة والبياض النقي وعبق الماضي العريق. هنا باموكل، الوجهة التي تأسر القلوب وتخطف الأنفاس. في هذه الحلقة المميزة نكتشف أسرار مدينة هيرابوليس التاريخية ومسبح كليوباترا العتيق. شاهدوا الحلقة للآخر وشكرا للاشتراك في القناة. شوفوا جمال الشلالات. وعيش بنينا وعيش بنينا تبعني نبني والدنيا حرة في سماها نضوى والشمس وقمرة. من دنزلي وتحديدا من باموكل، اهلا وسهلا بكم في الحلقه الخامسه سلسله تبعني مع مروان. اليوم حلقتنا بالجنه البيضاء، المكان الوحيد في العالم بالخصوصيات هذه، والحلقه هذه ما تشبه حتى حلقه قدمتها لكم قبل. ابقوا معنا لاخر الفيديو لانه اليوم المتعه مضمونه، حلقتنا متنوعه ونشوفوا فيها عديد الفقرات. هيا نبداو جولتنا بباموكل. عند وصولنا إلى باموكل بدأنا يومنا في الصباح الباكر، حيث كانت المناطيد تزين السماء في مشهد يأسر الألباب. بعد ذلك سرنا عبر أطراف مدينة هيرابوليس التاريخية، التي من خلالها وصلنا إلى الأحواض البيضاء الشهيرة المعروفة باسم ترافيرتان باموكل. باموكل أرض العجائب والأساطير، فيها تلتقي المدن القديمة التي استضافت أقدم الحضارات الإنسانية. تخيلوا هذا مكان أبيض بقدر ما تراه العين، حيث ترقص المياه المتدفقة مع عجائب الطبيعة التي شيدتها على مر العصور. هنا تسمعون صدى الماضي مع كل خطوة، وتشعرون بكل قطرة في نفس الطبيعة. باموكل وسحر الطبيعة المذهلة، سميت باللغة التركية باموكل يعني بالعربي قلعة القطن، لأنه لونها أبيض وتشبه القطن. على مدى آلاف السنين تحت الأرض في المكان هذا موجود مياه كلسية تجيب معها الكالسيومات، وبالحجارة الجيرية ثبت تراكمات هذه وطبقات هذه شكلت اللون الأبيض الجميل هذا. باموكل موجودة في شمال مدينة دنيزلي، واحدة من ولايات بحر إيجا، تبعد على مدينة اسطنبول حوالي 600 كيلومتر، وعلى أنطاليا 235 كيلومتر، وعلى منطقة مرمريس وبودروم حوالي 235 كيلومتر. غالب السواح اللي نشوفوا فيهم هذم جايين من المناطق هذه يقضيوا عطلهم بالمناطق الجنوبية لتركيا، ومن ثم ياخذوا يوم يجيوا فيه إلى منطقة باموكل. بجانب جمال الطبيعة أيضا تاريخيا المنطقة هذه معروفة بالمنطقة الأثرية اللي هي داخلة في قائمة اليونسكو للأماكن التراثية. منطقة هيرابوليس من أقدم المناطق السياحية بتركيا. بعد شوية إن شاء الله نطلعوا إلى المنطقة هذه نتعرفوا على متاحفها وأعراق التاريخ. بمدينة هيرابوليس يوجد حمام أسطوري تاريخي مشهور، حمام كليوباترا. نطلعوا بعد شوية إن شاء الله ونتعرفوا على الحمام هذا، واحد من أشهر المعالم في باموكل، اللي يقال أنه الملكة المصرية الشهيرة كليوباترا
كانت تستحم في هذه المياه المسبح الطبيعي اللي تملاه المياه الساخنة الغنية بالمعادن، حتى يومنا هذا يجيو الناس من العالم الكل ويسبحوا في مسبح كليوباترا. شوفوا جمال الشلالات اللي نازلة من قمة جبل باموكادو. يوجد 17 ينبوع من المياه الحارة توصل درجة حرارتها إلى 35 درجة، ولما يجي السائح الباموكادو يستمتع بالأحواض السباحة بالمكان هذايا ويقضي يوم ولا أروع بأحواض باموكادو. مدينة هيرابوليس التاريخية نقوم بجولة في متحفها ونتعرفوا على آثارها وجمال وعراقة الآثار القديم. هذا حقيقة مكان تاريخي جميل جدا. طيب مع بعضنا نمشي ندخلوا إلى متحف هيرابوليس. هيرابوليس هي مدينة بتسمية يونانية، يعني المدينة المقدسة. اختاروا المكان هذا وبنوا فيه مدينتهم اللي تمتد على 2 كيلومتر ونص. مدينة هيرابوليس سكانها اختاروا المكان هذا بالذات لأنه فيه الينابيع المياه الحارة والاستشفائية، وكانوا يعتبروها مدينة مقدسة ومياه مقدسة. خلينا نشوفوا الآثار الموجودة في المكان. والآثار هذه هي جزء من هيكل الإمبراطور المدينة هذه.
رمز لعمال الصحة في مدينة هيرابوليس قديما. هذا مسبح كليوباترا. بقية جولتنا تكون في متحف، لكن المرة هذه المتحف يكون تحت الماء. ابقوا معنا واستمتعوا بجولتنا بالمتحف كليوباترا. هذه أنقاض مدينة هيرابوليس. في كل متر في المكان هذا فيه تاريخ وآثار. هو عبارة على متحف في الهواء الطلق، تتجولوا وتستمتعوا على مدى 3 كيلومتر. في كل مكان تشوفوا تاريخ. هذا اللي تشوفوا فيه قدامكم هو تمثال لبلوتيون، تحته كلب عنده 3 رؤوس. تحت التمثال بالضبط يوجد ماء يخرج منه غاز. كانوا يعتقدوا قديما في زمان الدولة الرومانية انه الغاز هذا غاز مقدس، لكنه هو في الحقيقة غاز كربون ديوكسيد. في كل العواصم الرومانية يوجد مسارح، من أضخم وأجمل المسارح في تركيا. شوفوا جمال المسرح اللي مازال قائم. تحديدا بمسرح الضخم هذا. نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا في باموكل. ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه هذه، ومن المنظر الجميل هذا من مسرح هيرابوليس نقول لكم في امان الله، واللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله. دنيا تفنوا كيف عايشة بنينا وعايشة بنينا، ومن دنيتهم فوق نايسينا.